يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يشهد كأس العالم؟ فارغ، ايش معه في كأس العالم؟ هذا الكأس الذي كما تسمعون شغلوا به الناس، والحقيقة أنه يعني ماذا مصنوع لتضييع الشباب وتضييع الأمة من أجل لعبة الكرة. لا تجد الصلحاء الأخيار الأبرار الذين لهم عناية بأوقاتهم ولهم حفاظ على استقامتهم، لا تجدهم كذلك، لا تجدهم يهرعون في مثل هذه الأماكن، يضيعون الأوقات ويفرطون في الصلوات ويحصلون كذلك ويختلطون رجالا ونساء، ويحضر مثل تلك التجمعات اللوطة الذين يسمونهم بالمثليين، وتنفق الأموال الطائلات في غير موضعها، سيسألون عنها يوم القيامة، وهي الحقيقة من تدبيرات الكفار لتضييع المسلمين وفتنتهم وإشغالهم وإفساد أوقاتهم وأبنائهم وبناتهم، تضييع حياتهم ومستقبلهم الحقيقي الديني. فهي كل هذه أموال في غير موضعها، ولا يجوز حضور مثل هذا الضياع الذي أعلنوا عنه في هذه الأيام وأمثال ذلك، لا يجوز حضوره، ففيه مخالفات وفيه زور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يجوز حضوره، ففيه منكرات وفيه اختلاط، لا يجوز حضوره، ففيه ضياع للأوقات، وفيه تفريط في الصلوات، وفيه مجالسة للأشرار، ولا يجوز مجالسة أهل الشر أهل الفتن وأهل السوء والعصاة، وفيه يأس رب العالمين، وفيه التشبه بالكافرين، وفيه العصبية المقيتة في خلال ما إذا كان هذا يتعصب لناديه وهذا لناديه، وفيه تضييع كذلك أيضا للمال، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه محاذير كثيرة في اللباس، في كذلك أيضا يعني ماذا الانشغال والغفلة عن ذكر الله، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عليه عنه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فكيف بهذا المجلس الذي يقضى، بل ربما يمكث الأيام والشهور وهم في نوادي ومسرحيات واختلاط وفساد، فساد أوقات، فساد أموال، فساد ديني، فساد أخلاقي، فساد بشتى معانيه. والله لا يجوز هذا الفعل ولا يجوز حضوره، وسيسألون عن ذلك يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن علمه ماذا عمل به، شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وغالب الأموال التي تكتسب إما من ضرائب ومكوس، مكاسب غير شرعية بالإجماع، تحريمها بالإجماع عند أهل العلم بالأدلة والإجماع، والإثم فيها أشد من إثم الوقيعة في الزنا، كما جاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابها صاحب مكسن، حديث بريدة، لو تابها صاحب مكسن لغفر له. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسن لغفر له، أي معنى على أن صاحب المكس أشد فعله من فعل تلك المرأة. حديث في صحيح مسلم، وأمثال ذلك كثير. والله زمن غربة، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا غير مفتونين، نعوذ بالله من الفتن، والنكير قليل والشر كثير، والتطبيلات للباطل بشتى الأنواع،